في ناس كتيرة بتسأل الفرق ما بين البي سي اي والتابلوك. التابلوك دي حقنة بتخدر العضلات والجلد في الطبقة الخارجية بس من البطن، بنعملها وانتي تحت التخدير في البنج النصفي، يعني مش هتحسي بالإبرة ولا حاجة. هل ليها آثار جانبية؟ لا، ملهاش آثار جانبية. آثارها الجانبية الوحيدة ان هي ممكن تبقى ما تشتغلش. طب بتشتغل قد ايه يا دكتورة؟ بتشتغل عادة من 8 ساعات ل 12 ساعة في المتوسط، ممكن توصل لحد 24 ساعة، مختلف حسب طبيعة جسم. طيب البي سي اي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن محلول احنا حاطين فيه نسب معينة من المسكنات ومن المخدرات برضو، بنديها بمعدل ثابت بحيث ان هي ما تاذيكيش. في خلاف عليه البي سي اي، هو ميزته ان هو كويس جدا، مش هتحسي بالم بقى خالص. يعني تابلوك احنا هتحسي بالمغص، مثلا لو انت والده قيصريه هتحسي بالمغص والالام الداخليه في داخل بطنك، لكن البي سي اي مش هتحسي باي الم خالص. اعتراض بعض دكاتره التخدير على البي سي اي في حالات الولاده بالذات، يعني مش بيحبوا يستخدموه في الولاده بدون الم، علشان نسبه التخدير دي ما تنزلش للبيبي ويطلع البيبي نايمان. بس بيبقى مفيد جدا في حالات الكبيرة، يعني في حالات تصليح العجان، في حالات استئصال الرحم وتركيب شبكة، في حالات استئصال الرحم عموما بيكون مريح جدا، لان هي لا هتحس بالألم الداخلي ولا بالألم الخارجي اللي في الجلد. ده كده، وهستنى أسئلتكم.